والمرأة في أيام البرد إذا دعاها زوجها وهي تعلم أنها لا تستطيع أن تغتسل وزوجها يستطيع أن يغتسل، يعني بعض الناس سواء كان رجالا أو نساء عنده من المسخنات للماء، لكن يعلم أنه لو اغتسل سيتعب ويمرض، يخشى على نفسه المرض. بعض الناس يقول لك لا، أولا جرب، امرض أولا ثم بعد ذلك المرة الثانية. قال لا، إن خشيت على نفسك ما في شيء. فمجرد الخشية يترتب عليها أحكام، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا له أدلة كثيرة. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إني خشيت أن تفرض عليكم في صلاة التراويح وغيرها من الأدلة، فقالوا الخشية لها وجاهة بأنك تحجم عن الشيء. وطبعا في هذا الموضع يقال في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويذكر واستفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. فالمرأة إذا خشيت على نفسها وهي تعلم أنها ستتيمم فإنها تطيع زوجها وتتيمم. حتى ذكر الإمام النووي رحمة الله عليه أن المرأة لو كانت تعلم أنه لا يوجد ماء أصلا ولو جاء معها زوجها أنها ستتيمم عليها أن تطيع زوجها.